ولاد العم اليهود أو بنو إسرائيل. يا ترى تعرف إيه عنهم؟ تعرف إيه عن معتقداتهم؟ تعرف إيه عن أفكارهم؟ تفتكر اللي بيحصل النهاردة وليد اليوم واللحظة؟ أكيد لأ. اللي بيحصل النهاردة ليه جذور ممتدة لآلاف السنين. وعلشان نفهم الحكاية من البداية قررت إني أعمل سلسلة أتكلم فيها عن تاريخ اليهود منذ البداية وحتى الآن. هنعرف تاريخهم من الكتب المقدسة، من القرآن ومن التوراة، ومن حتى الكتب الغير قانونية اللي كتير منهم ما بيعترفش بيها ولكن فيها كتير من الأسرار عن حياتهم. هنعرف إزاي بيفكروا بالطريقة دي، وكمان هنعرف الفرق ما بيننا وما بينهم في المعتقد الديني. بعد ما عملت سلسلة تاريخ أرض الأديان الأرض المقدسة، واتكلمنا عن تاريخ المسجد الأقصى وتاريخ أرض فلسطين وعن تاريخ الشعوب اللي عاشت عليها، جالي طلبات كتيرة جدا منكم على رسائل الصفحة إني أعمل سلسلة عن تاريخ اليهود من الأول لحد النهاردة. وعلشان كده هنبدأ النهاردة بالحلقة الأولى من سلسلة تاريخ اليهود منذ البداية وحتى الآن. وعلشان تفهم وتعرف أصل الحكاية من البداية يبقى يلا تعالى بسرعة وركز معايا. وعلشان نبدأ حكاية اليهود من البداية يبقى لازم نرجع للأصل. ولو فاكر إن الأصل بيبدأ عند سيدنا موسى عليه السلام وخروجه ببني إسرائيل من أرض مصر تبقى غلطان، ولا حتى من أيام سيدنا يوسف ودخول الأسباط ال12 لأرض مصر. الحكاية بترجع لقبل كده بسنين كتيرة جدا. الحكاية بتبدأ من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام أو أبونا إبراهيم زي ما هو معروف في المسيحية واليهودية. وإبراهيم عليه السلام أو أبونا إبراهيم هو واحد من أهم الأنبياء المبجلين في الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. وبيعتبر في الإسلام هو إبراهيم خليل الله وهو أبو الأنبياء، وفي اليهودية وفي المسيحية يعتبر من الآباء الكبار. مع الأسف مفيش أي أدلة أثرية مكتشفة حتى الآن تثبت متى وأين عاش إبراهيم ونسله بالضبط. يعني كل الأدلة اللي موجودة عندنا والكتب اللي موجودة عندنا هي أدلة وكتب وكتابات دينية. إبراهيم بالنسبة لليهود هو الجد الأكبر بالدم والنسب، لأنه هو أبو إسحاق أبو يعقوب أبو الأسباط ال12. وبتبدأ قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في حدود ما بين 2000 إلى 1700 قبل الميلاد طبقا للتوراة وغيرها من المصادر اللي ذكرت حياة سيدنا إبراهيم. إبراهيم اتولد في مدينة في أرض العراق اسمها أور الكلدانيين، وهي موجودة بالقرب من مدينة بابل. ولما اتولد سيدنا إبراهيم ولد لأب اسمه تارح. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو من نسل سيدنا نوح، وهو في السلسلة رقم 10 من بعد سيدنا نوح عليه السلام. وفي القرآن الكريم مش مذكور بالظبط نسب سيدنا إبراهيم، ولكن النسب ده موجود بالتفصيل في الكتاب المقدس أو في التوراة، وتحديدا في سفر التكوين. ونسب إبراهيم زي ما هو موجود بالتفصيل في الكتاب المقدس أو في التوراة هو إبراهيم ابن تارح اللي ذكروا القرآن باسم آذر، ابن ناحور، ابن صاروخ، ابن رعو، ابن فالج، ابن عابر. وعابر ده اللي يعتقد ان هو سيدنا هود في القرآن الكريم، وكمان اللي يعتقد ان العبرانيين بينسبوا ليه على اساس انه اسمه عابر. وعابر ده ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. علشان كده اليهود بيقولوا ان هم ساميين. كلمة سامي يعني من نسل سام ابن نوح. وطبعا هنعرف ليه اليهود ولاد عمنا وليه العرب واليهود من نسل سامي أو من الساميين. وتارح أبو إبراهيم خلف 3 من الأبناء هم هاران وإبراهيم ونحور. وهاران أخو إبراهيم هو اللي هيخلف سيدنا لوط عليه السلام، واللي جزء من قصته هنسرده وإحنا بنكمل القصة دلوقتي. ويعتقد إن سيدنا إبراهيم ولد في عهد نمرود بن كنعان في حدود ما بين 2000 إلى 1700 قبل الميلاد زي ما قلنا. واتجوز سيدنا إبراهيم من ساراي وهم في مدينة أور. وبعدها بتذكر التوراة مباشرة هجرتهم من مدينة أور إلى منطقة أخرى،
ولكن ما بتذكرش أي شيء عن حياة سيدنا إبراهيم قبل الهجرة دي. وهنا بيظهر لنا أول فرق جوهري ما بين قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم وما بين قصة أبونا إبراهيم الموجودة في العهد القديم أو في التوراة. فقصة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم بتذكر حياته الأولى، يعني بتتكلم عن الفترة الأولانية من حياة سيدنا إبراهيم، وعن بداية تفكره في الأجرام السماوية، وبداية نظره إلى الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وبحثه عن الإله الخالق، ثم هدايته. ومن بعدها بيبدأ يدعو أهله وأبوه إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام. وكمان القرآن الكريم بيذكر لنا قصته مع النمرود، وقصة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار بسبب تحطيمه للأصنام اللي قام بتحطيمها أو بحرقها، لأن القصة دي برضو موجودة في أحد الكتب الغير قانونية الغير معترف بيها لكتير من اليهود، وهو كتاب اليوبليات اللي بيذكر لنا تقريبا نفس القصة اللي موجودة في القرآن مع اختلافات طفيفة. يعني في اليوبليات مذكور إن إبراهيم حرق المعبد بحرق والآلهة، ولكن في القرآن الكريم أو في التفسيرات بتاعت القرآن الكريم مذكور إن سيدنا إبراهيم كسر الأصنام. وفي الحالتين القصتين متشابهين، وهو إن سيدنا إبراهيم حاول في البداية دعوة أهله أو دعوة قومه والملك بتاعهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنهم رفضوا الدعوة دي وحاولوا إن هم يحرقوا سيدنا إبراهيم، ولكنه نجا بمعجزة من الله من النار دي. وده اللي بيفسر لنا خروج إبراهيم وأهله من أرضه إلى الأرض اللي هيهاجر ليه. والقصة في التوراة بتبدأ على طول بإن الله بيطلب من إبراهيم إنه يهاجر الأرض اللي هو فيها للأرض التي يريه، يعني ربنا هيقول له روح للأرض اللي أنا هوريها لك. وبالفعل بتذكر التوراة إن تارح أبو إبرام بياخد ابنه إبرام وزوجة ابنه أو كنته ساراي وابن ابنه لوط، وياخدهم ويهاجر بيهم. هيهاجروا يروحوا فين؟ هيروحوا لأرض كنعان، ولكن هيمشوا في الأول وينزلوا في المحطة الأولى. المحطة الأولى ليهم هتبقى اسمها منطقة حران. حران دي هي منطقة موجودة تقريبا في جنوب تركيا أو في شمال سوريا، هنشوفها على الخريطة. بيقعدوا في المنطقة دي مدة من الزمن لحد ما بيتوفى تارح أبو إبرام، يعني تارح أبوه مات وهم موجودين في أرض حران. بعد كده إبرام بياخد زوجته ساراي وابن أخوه لوط ويبدأوا يتجهوا جنوبا لأرض كنعان. هيقفوا في أكتر من محطة، ولكن في فترة هجرتهم دي بيبدأ يحصل قحط ومجاعة، وده اللي هيخلي إبرام ياخد زوجته سارة أو ساراي وابن أخوه لوط ويبدأوا إن هم يهاجروا لأرض مصر. ولكن قبل دخول إبرام وزوجته ساراي وابن أخوه لوط لأرض مصر بيطلب إبرام من ساراي اللي كان عمرها وقتها حوالي 70 سنة طلب غريب جدا، وهو إن هي تقول إن هي أخته مش مراته. لمعلوميته أو لعلمه إن الملك المصري في الوقت ده كان بيحب ياخد الزوجات من أزواجهم، وبالفعل بتوافق سرايا على طلب إبرام وبتقول إن هي أخته مش مراته. وبالفعل بيدخلوا لأرض مصر وبيعجب بيها الملك وبيحاول إنه ياخدها علشان يتزوجها، ولكن بيتدخل هنا الرب وبيمنع الزواج ده بمجموعة من الضربات أو اللعنات اللي بتصيب أرض مصر وبتصيب الملك ده، إن ساراي زوجة إبرام مش أخته، وبيطلب منه الملك أبي مالك إنه ياخد زوجته وابن أخوه ويخرجوا من أرض مصر، وبيديهم كمية كبيرة جدا من القطعان الماشية ومن الأموال ومن العبيد ومن الجواري اللي هيكون من ضمنهم هاجر الجارية المصرية اللي هيهديها الملك أبي مالك إلى ساراي زوجة إبرام. كان راجع في إبرام وساراي مراته ومعاهم ابن أخوه لوط من أرض مصر ومعاهم القطعان والماشية والعبيد والجواري. لاحظوا ان وجود خلافات كتيرة جدا ما بين الرعاة اللي بيرعوا القطعان الماشية بتاعة إبرام والرعاة اللي بيرعوا قطعان الماشية بتاعة لوط ابن أخوه. وهنا يطلب إبرام من ابن أخوه لوط إن هم يفترقوا عن بعض، وبيطلب منه إنه يختار قطعة أرض تانية، وبيقول له إذا ذهبت أنت شرقا أذهب أنا غربا والعكس. وبالفعل بياخد لوط قطعان الماشية بتاعته وبيبدأ يعبر نهر الأردن في اتجاه الشرق وبيستوطن مدينتي سدوم وعمورة. بيقعدوا ويعيشوا في المنطقة دي، ووقتها بيكون عمر سراي حوالي 76 سنة،
ولما بتيأس سراي ان هي تخلف ذريه او ان هي يكون ليها ابناء، وبتكون حزينه جدا. وحتى سيدنا ابراهيم في الوقت ده، او ابرام، بيحزن جدا وبيتكلم مع ربنا وبيقول له ازاي انت قلت لي ان انا هورث الارض دي وهباركك وهبارك نسلك. لان في ايه في الكتاب المقدس او في التوراه بتقول ان لما ربنا طلب من ابراهيم انه يخرج من ارضه الاولانيه علشان يروح للارض اللي هيوريها له، قال له ان انا هدي لك الارض دي ليك ولذريتك، وانت هيكون عندك ذريه كبيره جدا جدا جدا، عددهم اكتر من رمل البحر ومن نجوم السماء. وكمان ان الذريه دي هباركها وهباركك وهبارك مباركيك وهلعن لعينيك. ففي الوقت ده سيدنا ابراهيم او ابرام بيناجي ربنا او بيتكلم معاه يعني، وبيقول له ازاي انت هتوهبني الارض دي وهورثها لمين، والقطعان والماشيه اللي معايا دي كلها، الا ان هي حد يورثها مثلا زي الخادم اللي معايا. كان معاه خادم اسمه دمشقي. اليعازر الدمشقي ده كان خادم ابرام. فربنا بيقول له لا، انا هدي لك نسل، والنسل ده هيكون من صلبك وهو اللي هيورث الارض دي. في الوقت ده بتقترح سراي على ابرام ان هو يدخل على جاريتها او على الجاريه المصريه هاجر، يمكن يخلف منها ولد وياخدوه ابن ليهم، يعني يكون ابن لسراي نفسها. بيدخل ابرام على هاجر المصريه وبتحبل منه فعلا، وبتخلف له ابنه الاولاني او ابنه البكر اسماعيل. وخلينا مركزين جدا ان اسماعيل هو الابن البكر لابرام او لابراهيم، والكلام ده بنص التوراة نفسها. يعني في العهد القديم مكتوب ان هو اول الابناء من سيدنا ابراهيم او من ابرام. كمان في القرآن الكريم مذكور ان اسماعيل هو الابن البكر لابراهيم عليه السلام. خلينا نكمل القصة ونعرف المشكلة فين بالظبط. بعد ما بيخلف إبرام من زوجته هاجر ابنه البكر أو ابنه الأول إسماعيل، اللي معنى اسمه اسمع يا الله، فبتبدأ الغيرة تدب في قلب الزوجة الثانية سراي، وبتطلب منه إبعاد هاجر وابنها عنهم. وهنا القصة مش مذكورة بالكامل في التوراة، كل اللي مذكور إن حصلت مشاكل ما بين سراي وما بين الجارية بتاعتها هاجر، فبتطلب سراي من إبراهيم أو من إبرام إنه يبعد هاجر عنها. طبعا القصة في القرآن مذكور فيها تفاصيل قصة إسماعيل وقصة إبراهيم بالتفصيل. كل القصص دي غير مذكورة مطلقا في التوراة، يعني العهد القديم أو التوراة وكتب اليهود ما فيش عنهم أي كلام عن هاجر وعن إسماعيل تاني، فيما عدا موضع واحد بس بيذكر فيه إن ربنا أو الرب هيبارك إسماعيل ونسله ويكثرهم ويجعل منهم الملوك والأمراء كرامة لأبيه إبراهيم، فقط لا غير. يعني لا هو بقى نبي ولا من نسله أنبياء ولا ليه أصلا في الورث، وهنتكلم عن موضوع الورث ده في المرحلة اللي جاية. المهم في الوقت ده كان إبرام أو إبراهيم عنده 86 سنة وزوجته سراي عندها 76 سنة. بيستمر الأحداث، وبعدها بفترة بيقابل إبرام مجموعة من الملائكة، ومجموعة الملائكة دول اللي ذكروا في القرآن باسم ضيف إبراهيم، اللي كانوا مرسلين لعذاب أو لهلاك قوم لوط في قرية سدوم وعمورة، ولكنهم مروا في الأول على إبراهيم. ونفس القصة موجودة في العهد القديم في سفر التكوين، بيتكلم عن الضيوف اللي راحوا لإبراهيم وأكرمهم هو وزوجته سارة بالطعام، وبعدين بشروه انه هيكون ليه ذرية من نسل سارة. فسارة بتسمعهم وبتضحك، فبيقولوا لها ما تضحكيش، او انت ضحكتي على ايه؟ فبتقول لهم ازاي يكون عندي ابن وانا عندي 90 سنة وجوزي عنده 100 سنة؟ فبيقولوا لها ان دي قدرة ربنا، وان السنة الجاية زي دلوقتي هيكون عندك ولد واسمه اسحاق. وبيدوها البشارة دي قبل ما بيتحركوا علشان يكملوا المهمة بتاعتهم اللي هم رايحين لها. الكلام ده بيحصل عند منطقة اسمها بلوطة ممرة، أو الشجرة اللي كانت قدام الخيمة أو اللي قدام البيت بتاع إبرام أو إبراهيم عليه السلام. وطبعا سراي كانت مستغربة جدا من البشارة اللي سمعتها، ازاي هخلف ولد وانا عمري 90 سنة وجوزي عمره 100 سنة؟ وابرام
نفسه كان مش مصدق القصة أو مش متخيل، وبيطلب من ربنا إنه كفاية يا رب أنت اديتني إسماعيل فبارك لي فيه وخليه يبقى معاك. فهنا بقى هتيجي الآية التانية اللي موجودة برضو في التوراة، وهنا نقطة الخلاف التانية، لأن التوراة بتذكر إنه لأ، مش إسماعيل ومش نسلك من هاجر، ده أنا هديك نسل من ساراي هي نفسها، وهيجي لك ولد وهيدعى إسحاق، وإسحاق ده هو اللي هيكون العهد معاه والورث ليه ولنسله. وهنا بقى نقطة الخلاف الجوهرية والرئيسية، إنه الورث والأرض والعهد مع نسل ساراي فقط اللي هو إسحاق فقط، لكن الابن البكر الأصلي الأولاني اللي هو سيدنا إسماعيل خارج القصة تماما واتشال من الحسابات تماما خالص. خلينا نكمل بقية القصة علشان نعرف. المهم إبرام هيكون قلقان أو خايف من القصة، وهيطلب من ربنا دليل أو حاجة يعرفوا بيها هل فعلا ده هيحصل ولا لأ. وفعلا ربنا هيقول له هات مجموعة من الماشية ومجموعة من الطيور وشقها من النص وحطها في منطقة معينة. وهنا بنلاقي القصة دي موجودة في القرآن بصيغة مختلفة، وهي صيغة قصة إحياء الموتى، اللي هو ربنا هيقول له خذ 4 من الطير وصرهن إليك، والقصة المعروفة في القرآن. لكن القصة مذكورة في التوراة بصياغة تانية وبطريقة تانية، وهي إنه هيجيب الحيوانات والطيور دول، حمامة ويمامة ومجموعة من الماشية، ويشقهم من النص ويحطهم في منطقة معينة. ينفذ إبرام كلام الرب وبيقطع الماشية والطيور وبيحطهم، بينام، ووقتها بيصحى من النوم على صوت وحركة غريبة، وبيتفاجئ بنار بتعدي ما بين قطع وأشلاء الحيوانات اللي هو قطعها. وده دليل على إن الرب استجاب لدعوته، وده دليل على وجود عهد ما بينه وما بين الرب. وبيظهر له ملاك الرب في الوقت ده وبيقول له إن بجدد معاك العهد، وإن الأرض التي تغربت فيها، يعني الأرض اللي أنا وريتها لك واللي أنت لفيت فيها وتغربت فيها والهجرات اللي أنت عملتها دي كلها، الأرض دي أنا بوهبها لك ليك ولنسلك من سارة. ومن النهاردة اسمك ما بقاش إبرام، اسمك بقى إبراهيم، وزوجتك بقى اسمها سارة. العهد ده عهد دم، لأن الملوك في التوقيت ده لما كانوا بيعملوا عهود بينهم وبين بعض كان لازم يكون في العهد ده دم، والدم هنا هيكون عن طريق الختان. فربنا أمره إن هو يختتن ويختن جميع نسله وجميع أبنائه، علشان تكون علامة ليهم إن هم دول النسل أو هم دول الأبناء اللي موعودين بالأرض دي واللي العهد بينهم وبين. وبالفعل بيستيقظ إبراهيم أو بيقوم إبراهيم وبيبشر سارة تاني، وبيقول لها إن اسمها بقى سارة وإن اسمه بقى إبراهيم. وبالفعل بتقول له سارة إن هي فعلا لقت نفسها حامل وبتخلف ابنها إسحاق، زي ما اتقال لإبراهيم إنه هيجيب ابن من سارة وابنه ده هيكون اسمه إسحاق. وبيختن إبراهيم ابنه إسحاق وهو ابن 8 أيام. يجي بقى الاختلاف الجوهري الثالث ما بين التوراة والقرآن، أو ما بين القصة عند اليهود والقصة عند المسلمين، وهي قصة الذبيح أو الشخص اللي هيقدم لله سبحانه وتعالى. طبعا عارفين في القرآن الكريم إن الذبيح هو سيدنا إسماعيل، لكن لو جينا بصينا للتوراة أو للعهد القديم بنلاقي إن القصة مختلفة، وهو إن الذبيح هنا في القصة هو إسحاق. والقصة بتقول إن إبرام أو إبراهيم، خلاص بقى اسمه إبراهيم، بيجي في يوم بيجي له ملاك الرب ويقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واصعده محرقة للرب، أو يعني خليه يبقى ذبيحة لربنا، طلعه يبقى قربان، يعني يبقى قربان لربنا سبحانه وتعالى. وفعلا بياخد إبراهيم ابنه إسحاق وبيصعد إلى الجبل اللي ربنا شاور له عليه، وبيقيم هناك مذبح أو بيبني مذبح، وبيطلع ابنه إسحاق على المذبح ده. يظهر ملاك الرب في اللحظة الأخيرة لإبراهيم وبيأمره إنه يبعد السكينة عن ابنه إسحاق وما يذبحوش، وبيديله بداله كبش بيكون نازل من السماء، كبش كبير، وبيذبحه كفداء عنه أو كبديل عن إسحاق. وبيعود إبراهيم فرحان لزوجته سارة بابنه إسحاق. وبتكمل القصة لحد ما بيكبر إبراهيم وإسحاق وسارة بتموت. وهنا سيدنا إبراهيم بيحزن جدا جدا لوفاة سارة، وبيروح يشتري لها مقبرة، والمقبرة دي اسمها مغارة مكفيلة،
ودي كانت مملوكة لبعض الناس يعني المذكورين في التوراة، وكانت عند أرض زراعية، وبيروح إبراهيم يشتري المغارة دي علشان يدفن فيها زوجته سارة. وبيكون إبراهيم كبير جدا في السن في التوقيت ده، وبيطلب إبراهيم من الخادم بتاعه اليعازر الدمشقي اللي احنا ذكرناه من شوية في القصة انه ياخد ابنه ويروح يخطب له، وبيأمره انه ما يخطبلوش ابدا من الكنعانيين، لان التوراة بتقول ان كنعان ونسله هم من الملعونين، يعني من الناس اللي ربنا غضب عليهم. عشان كده برضو ده تفسير تاني انه ليه هم بنو اسرائيل من حقهم ياخدوا ارض الكنعانيين، ومن حقهم ان الارض دي تكون ليهم يعني. ده احد التفسيرات. وبالفعل اليعازر الدمشقي بيروح يخطب لإسحاق رفقة بنت بتوئيل ابن ناحور أخو إبراهيم عليه السلام، يعني تعتبر بنت عمه. وبالفعل بيتجوز إسحاق من رفقة، وهنا بتكون تقريبا حياة إبراهيم انتهت، وبيموت إبراهيم وبيجي أبنائه الاثنين إسحاق وسيدنا إسماعيل وبيدفنوه جنب زوجته سارة في مغارة مكفيلة، وبتنتهي قصة سيدنا إبراهيم عند النقطة دي. وبس يا سيدي، لحد هنا ويكون الجزء الأول من حكاية تاريخ اليهود منذ البداية وحتى الآن انتهى بوفاة سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، وكمان بزواج إسحاق من بنت عمه رفقة. وكمان نكون عرفنا فين الفروقات وفين نقط الاختلاف الرئيسية اللي ما بيننا وما بينهم. وكمان لو حابب تعرف المراجع اللي أنا رجعت لها في حلقة النهاردة، هسيب لك بيها لستة في صندوق وصف الحلقة، وهسيبها لك كمان في نهاية الفيديو ده لو حابب ترجع. لو عجبتك حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان تتابع معايا بقية سلسلة تاريخ اليهود منذ البداية وحتى الآن. كنت معكم أنا الدكتورة فاتن صلاح، ودي قناتي قناة حواديت الدكتورة. أشوفكم على خير.